أتدري أن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى العطاء الرواتب بعرفنا هذا يقدم الحسن والحسين وأهل البيت على نفسه وعلى أولاده. فقالوا له: يا عمر يا أمير المؤمنين، لماذا تقدم أهل البيت والحسن والحسين في العطاء على غيرك؟ قال: ضعوا عمر حيث وضعه الله، هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان يعطي الحسين، اسمعوا، وكان يعطي الحسين 10,000 والحسن كذلك، ويعطي ابنه 1000 درهم. فجاء ابنه عبد الله فقال له: يا أبتي، لما أعطيت الحسن والحسين 10,000 درهم وأعطيتني 1000؟ قال: ويحك يا عبد الله، ائتني بجد مثل جدهما، لا إله إلا الله، وأتني بأب مثل أبيهما، وأتني بأم مثل أمهما، جدها رسول الله وأبوها علي ابن أبي طالب وأمهما فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله.